بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الاعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي الشيف حسنه. اليوم ان شاء الله من هذه الطابعه الساحره من جهه دكاله غنقدم لكم خبز الدار كيف كنسميوه حنايا، بطريقه جد مبسطه مرحله بمرحله، ونخليكم مع المقادير ومع طريقه التحضير. بالنسبه للمكونات ان شاء الله غنحتاجوا الدقيق كيف كتلاحظوا معايا، دقيق كامل بنخالته بكل شيء ليه. غنحتاجوا الخميره البلديه اللي فايت لي حضرتها معكم في وصفه سابقه، غتلقاو الرابط ديالها في اسفل الفيديو. غنحتاجوا الماء دافي، وغنحتاجوا الملعقه كبيره ديال الخميره الروميه او الخميره الفوريه. غنحتاجوا شويه الملحه، ونبداو على بركه الله. غادي نخدم بعد هاد الخميره البلديه حيت كتكون ناشفه. كيف كتلاحظوا معايا الخميره البلديه هي طلقات، شفتيوها كيف ولات. ضروري انكم الخميره البلديه ما ديروش معاها الخميره الروميه حتى نحيدوا الخميره البلديه باش نعجنوا مره اخرى. صافي، ونبدا نجمع في الدقيق هذا. طبعا راني تنعجن عجينه بلديه في الارض، وحتى الطياب ان شاء الله غيكون طياب في الفراح. دابا ملي جمعت العجينه مزيان غادي نخدم ايديا بجوج. كيف كتلاحظوا معايا انا دابا جمعت العجين، غنقص الخميره البلديه باش غادي نعجن مره اخرى. كنوضعها دائما في الدقيق هكا في شي زلافه فيها الدقيق، وكنخشيها في الطحين ديالنا، يعني كتبقى مزيانه بهذا الشكل هذا. صافي، وكنلوحها في الدقيق فين البلاصه فين دايرينو. صافي، وغناخذ دابا الخميره الفوريه وناخذ الملح بهذا الشكل هذا. صافي، نستمر في العجين. اهم حاجه باش يجيكم الخبز زوين، الا كنتم مخلينو الخبز كامل بالنخاله كتبقاو تعطيوه الماء بهذه الطريقه هذه. يعني كنبقاو نرشو وندلكو نجمعو حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي مرخوف. استمروا بنفس العمليه. دابا راني حصلت على واحد العجين اللي مرخوف كيف كتلاحظوا معايا بزاف.
صافي غنوضعو هكا في الجنب ديال القصريه، ونغطيه بواحد المنديل اللي هو نقي، ونغطيه بشي مانطه تكون دافيه صافي، ونخليه مده تقريبا نص ساعه او لا اكثر، يعني على حسب الوقت اللي عندكم. بعد ما تخمر العجين ديالي كيف كتلاحظوا، كناخذ شي صفيحه ديال الفرن او لا اي اناء نقرص فيه نبسط فيه العجين. غنستعن ضروري بشويه ديال الماء، حيت ملي كيخمر العجين كيولي لصق في الايد. هكا غنستعن بشويه ديال الماء، نحاول هكا نفرغ هذا العجين من الهواء بهذه الطريقه هذه. بهذا الشكل هذا. كيف قلت لكم ضروري تستعنوا بالماء. نفرغ ثاني العجين من الهواء اللي فيه. انا اليوم راني عجنت لكم بطريقه بلديه، وبطبيعه الحال راني ما درتش المونتاج بالطريقه فاش كنت كنعجن، راني نقلت لكم العجين مباشره، يعني ما درتش لي المونتاج. يعني ديك الطريقه باش عجنت هي اللي كاينه نيت، تقريبا رشيتو 3 المرات. باش تعرفوا بان العجين راه ما فيهش تماره، يعني راه غير تقنيه وتخليه يرتاح بزاف. صافي وغنبسط العجين ديالي بهذا الشكل هذا. غنحاول نخليه غليظ شويه حيت غير القمح بوحدو باش يجيني مفجج وزوين. بهذا الشكل هذا. راه عندنا البرد بزاف هنا في الباديه، بنفس الطريقه غادا نبسط العجينه الاخرى ونخليوها تقريبا واحد ربع ساعه، وغنوريكم ان شاء الله كيفاش غادا نطيب هذا الخبز ديالي، خبز الدار. مشاهديا الاعزاء، كيف ما وعدتكم ها الخبز ها هو كتشوفوها هو خمر كيف كتلاحظوا معايا. دابا ان شاء الله انا حميت الفراح اللي قلت لكم غنطيب فيه الخبز راه هو هذا الاسم ديالو، وانا شعلت تحت منه كيف كتشوفوا النار وراه سخن مزيان. دابا ان شاء الله غادا نوضع الخبز فيه وغنعاود نحط فوق منه النار باش يطيب من التحت ومن الفوق. هانتوما بعد ما وضعت الخبزه في الفراح راني درت واحد الصفيحه كيف كتلاحظوا معايا، ووضعت المقده هنا الفوق وعاود شعلت عليها النار حتى من الفوق. كيف كتشوفوا الطريقه راه ماشي سهله، راه صعيبه. وتحيه كبيره للنساء الباديه من هذا المنبر هذا، ونخليكم ان شاء الله حتى تعاود طيب الخبزه وغنوريكم الشكل النهائي ديالها. وبعد ما شعلت هكا النار مزيان من الفوق كنبقاو مره كنطلعوا عليها بحال هكا. هي بدات كتحمر كيف كتشوفوا معايا. مشاهديا الاعزاء، هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز الدار كيف كتلاحظوا معايا. ها كيجي جميل بزاف. هانتوما راه باقي سخون بزاف. الى عجبتكم وصفه اليوم ديروا جيم للفيديو، تابوناو معايا في لاشين ديالي شيف حسنه، وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.